السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء المدرجة الثالثة، يا مساء الفل عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. عندنا النهاردة أخبار كتيرة جدا جدا جدا. أول خبر النهاردة ودوت فرح كل جماهير النادي الأهلي، وهو عودة النادي الأهلي لدوري أبطال أفريقيا. حد هيقول لي طب إزاي؟ إحنا المفروض طلعنا تالت السنة اللي فاتت وخلاص رحنا الكونفدرالية. قال لك لا، ما ينفعش من غير النادي الاهلي البطوله ديت مش هتكمل. قال لك ازاي يا عم؟ ازاي؟ فهمنا. هفهمك يا سيدي. في شركتين من باقي شركات الرعاة قال لك ما ينفعش النادي الاهلي ما يدخلش البطوله دي، احنا هنخسر، عايزين نكسب. طب نكسب ازاي؟ قال لك عايزين النادي الاهلي. يا سيدي لا، الاهلي هيلعب في الكونفدراليه. قالوا له لا، مفيش حاجه اسمها كده، احنا عايزين الاهلي، فلوسنا بتيجي لما الاهلي بيبقى موجود في البطوله. وبناء عليه المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم كلم موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، وهم في امريكا وكاس العالم بيتلعب. قال له يا عم موتسيبي يا اخويا، دلوقتي الناس عايزه الاهلي في بطوله افريقيا. قال له لا يا اخويا ابو ريده، مش هينفع. ازاي؟ ده الاهلي هيلعب في الكونفدراليه. قال له لا، شوف لي حل، يا تطلع حد وتدخل الاهلي، يا تدخل، شوف هتعملها ازاي. المهم عم متسبي ما كدبش خبر وقال لعم هاني، قال له يا عم هاني حاضر، من عليه الاتنين الاهلي هيلعب في بطولة افريقيا. طب ازاي؟ قال لك هنزود عدد الفرق المشاركة في دوري ابطال افريقيا، وهنزود عدد الاندية المشاركة في الكونفدرالية. قال له بس حلو قوي كده، هو ده اللي انا كنت عايزه. الشركتين دول شركتين كبار جدا 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 في امريكا، بدون ذكر اسامي عشان بس ايه، ما علينا. هي منهم واحده تابعه لبين سبورت، لبين سبورت، واحده من الاتنين اللي انا قلتهم لك دول، يعني واحده منهم بين سبورت، التانيه مش هنقول اسمها. تمام؟ فدلوقتي احتمال بنسبه تعدي ال 95% الاهلي باذن الله باذن الله هيلعب في دوري ابطال افريقيا. دي اول حاجه. تاني حاجه، سامعين بقالنا فتره كبيره قوي الاهلي عمال يفاوض نظير بن علي، بكرار، و و و وي 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 كل موسم الاهلي بيعمل نفس الكلام. مش الاهلي، اللي حوالين الاهلي كل شويه حد يطلع يقول لك اصل فلان الاهلي بيفاوضه، اصل فلان الاهلي بيفاوضه، اصل فلان الاهلي بيفاوضه، وفي الاخر تلاقي اسم تاني خالص بعيد عن ال 20 30 اسم اللي كان بيتقال عنهم. طيب اخر اسم الاهلي ابتدى يفاوضه هو مين؟ زي ما بيقولوا ابراهيم دياباتيه. ابراهيم دياباتيه اللي عرفناه ان هو احترف. طب ازاي الاهلي هيجيبه من بعد ما احترف؟ طب ما كان جابه قبل ما يحترف. اللي انا متاكد منه مليون في الميه ان ولا اسم من اللي موجودين دولت الاهلي بيتفاوض معاه. الاهلي قافل على صندوق التفاوض مع اللعيبه دي، ان كان بقى مغربي جزائري مصري ايا كان، ايا كان مين، ولا اسم من اللي الاهلي او اللي اتقال على لسان الاهلي ولا واحد من دولت الاهلي بيفاوضه. ممكن مثلا اسم او اسمين ممكن الاهلي يكون بيتفاوض او سأل عنهم، يعني واحد مثلا زي بن جديدة ممكن الاهلي سأل عنه، واحد مثلا بن كرار الاهلي سأل عنه، ولكن ما بدأش في التفاوض معاه. الاهلي بيعمل ايه؟ افهمكم الاهلي بيعمل ايه. الاهلي بيحط مثلا 7 8 اسامي ويفوض ده ويفوض ده ويفوض ده على حده، واحسنهم الاهلي هيجيبه، يعني احسنهم لعبا واحسنهم ماديا الاهلي هيجيبه. بس عشان بس ايه، نكون
حطينا النقط على الحروف بدل الهرجله بتاعت كل سنه دي. اصل القهوه بيفاوض مش عارف مين، اصل مش عارف مين عايز 3 مليون دولار، اصل ناديه عايز 5 مليون دولار، اصل وكيله، اصل مفيش اي حاجه من الكلام ده. حتى لعيبه الاهلي اللي في المنتخب مفيش حد لحد دلوقتي جاله حاجه رسمي، لا شوبير ولا امام ولا تريزيجيه ولا اي حد من دول جاله حاجه رسمي. ممكن قبل كاس العالم حصل تفاوض مع تريزيجيه ممكن، ولكن بعد كاس العالم لا، مفيش حد جديد دخل على خطوط اللعيبه ديت نهائي. دي الحاجه التانيه. الحاجه التالته، ودي بقى حاجه ضحكتني جدا جدا جدا. لما نقول يا ضحك يبقى نقول ايه؟ نادي هو ده. طيب دلوقتي النادي دوت ازماته الماليه كتير جدا جدا جدا، ايقاف قيد 18 قضيه، وفي لعيبه هتفسخ عقودها، وفي فكروا في فكره كده مجنونه، ومعرفش ازاي جمهورهم موافق على الموضوع ده، وهو ان فريق الكوره هياخدوا واحد مستثمر عربي، هيبقى هو ليه نصيب اكبر من 50% او اكتر من 50%. ليه؟ عشان هو يبقى المتحكم الرئيسي في الفريق، يودي يجيب يعمل ها محدش يقدر يتكلم معاه. ليه؟ معرفش. هل هو ابن ممدوح عباس؟ محدش يعرف. هاني بيرزي؟ محدش يعرف. هاني شكري؟ محدش يعرف. مين؟ مش عارفين. ممكن مستثمر عربي؟ محدش يعرف. ممكن تكون شراكة من تحت لتحت؟ برضو محدش يعرف. لحد دلوقتي مش عارفين، ولكن الخبر ده اكيد 1,000,000% ان في مستثمر عربي هياخد فريق الكرة في نادي الزمالك، عشان اللي ماسكين مش عارفين يعملوا اي حاجة. وزي ما قالك لو مش عارف النادي في خرم هنقدر نسده. هما زودوا الاخرام وغرقوها وبس، ما فيش على لسانهم غير اصل الاهلي عنده مشاكل، اصل الاهلي هيلعب في الكونفدراليه وبس. لكن يبصوا على مشاكلهم، يشوفوا مشاكلهم، يحاولوا يحلوها، مفيش الكلام ده. هم سايبين لجانهم شغاله وخلاص. اتريقوا على فلان، السكريبت يتبعت، القنوات تشتغل، اللي موجودين بيب وهكذا وبس. واحنا على كده وصدق الله العظيم. لكن يحلوا مشاكلهم، مفيش حد عايز يحل مشاكله، مالكوش دعوه بينا. اطلعوا بس ايه، هيجوا الراي العام على المنتخب، وازاي ما ياخدش فلان وازاي ما ياخدش علان، وامسكوا النادي ده وشوفوا مشاكله ايه وكبروها. اكتر من كده احنا مش عايزين، وسيبوا لنا احنا بقى النادي نعمل في اللي احنا عايزينه، بس هو ده اللي احنا عايزينه. المهم زي ما قلت لحضراتكم، الاهلي في خلال اسبوع بالكتير قوي 10 ايام هيعلن عن صفقاته الجديدة. وفي حاجة تانية، الحسين عموتة هو قرر فعليا بعض الاسامي اللي هتمشي من النادي الاهلي. هو خير النادي الاهلي، قال لهم عايزين تمشوهم دلوقتي مشوهم، عايزين تمشوهم في الاول مشوهم في اول يعني السيزون براحتكم، مفيش اي مشكله. قبل ما يبتدي يعني السيزون براحتكم، مفيش اي مشكله. بس في بعض الاسامي هو قرر خلاص ان هي مش هتبقى مع النادي الاهلي. شكرا لحضراتكم، طولت عليكم. محتاج منكم لايك، محتاج منكم شير، واللي مش مشترك في القناه يشترك، ونشوفكم على خير ان شاء الله.